هل كل الحالات ما ينفعش نركب عليها غير بعد ما يعدي 3 شهور؟ لا، في بعض الحالات بينفع نركب عليها على طول. اوكي، الحالات اللي بنركب عليها على طول ديت لازم بيكون عنده شويه شروط. الشرط الاول هو نوع الزرعه. مش كل الزرعات بتحفز العظم ان هو يتكون حواليها بسرعه، وبالتالي في زرعات محدده زي زرعه اسمها سترومان BLX، وده اخر اصدار من سترومان جروب، من الامبلانتس بتاعتهم او من الزرعات بتاعتهم. الزرعه دي بتحفز العظم بسرعه ان هو يتكون حواليها في اسرع وقت، وبالتالي ممكن نركب عليها في خلال 3 اسابيع، في خلال شهر كمان نقدر نركب. فده ليه؟ لان الزرعه اولا هي تعتبر من احسن الزراعات في العالم. اوكي، ده اول حاجه. تاني حاجه، بيكون الكواليتي بتاع البون اللي حوالين الزرعه بيرفكت، ممتاز جدا جدا وماسك كويس جدا في الزرعه والدنيا جميله. اوكي، وكان المريض ده خالع من فتره وركبنا والدنيا تمام. طيب، ثالث نقطه مهمه جدا علشان نقدر نركب تركيبه فوريه، وهي ان مكان الزرعه لازم ما يكونش اي مكان. مثلا لو عندي مريض عنده درس استراتيجي زي الدروس اللي هي رقم 6 أو 7، او الدروس اللي احنا بناكل عليها وبينزل عليها لود كبير جدا، دي ما بنفضلش ابدا نركب عليها تركيبه فوريه، لان ده بيحط التركيبه بالزرعه في خطر ان هم يقعوا الاثنين مع بعض. اوكي، لكن لو سنه اماميه ان شاء الله بنقدر نركب عليها تركيبه فوريه حتى لو كانت تركيبه مؤقته. طيب ليه؟ علشان الاسنان الاماميه دي مش بنمضغ عليها، كل اللي احنا بنعمله بيها ان احنا نقطم بيها، وبالتالي بنخلي المريض بنديله تعليمات ان هو يقطم على الضروس اللي ورا. اوكي، رابع نقطه مهمه جدا، وهي ان لازم سلوك المريض يكون بيسمع الكلام. يعني ايه محي ما ينفعش مثلا اقول له ما تاكلش على الدرس ده ويقعد ياكل عليه، لازم يتجنبه تماما في الاكل او في المضغه او في القطع. ليه؟ لانه هو لسه محطوط، لسه ما مسكش في العظم، يتجنبه تماما. فلو هو ما سمعش الكلام هيجي لي بالكراون والامبلانت واقعين.